السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا معايا الوصفه ديالي مبينه تحليه بالكريم الكراميل واوريو. كتجي خطيره وسهله التحضير، مكونات جد بسيطه متواجدين في اي دار وكتوجد في دقائق وما كتحتاجش وقت بزاف او مجهود. يلا نشوفوا طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في التحليه، عندي هنايا 2 حبات ديال اوريو بيمو، ممكن تستعملوا اي نوع بيمو كتفضلوه، هذا فقط للتزيين. عندي هنايا 2 دانيت فلون، عندي هنايا السكر كيبقى على حسب الذوق، عندي هنايا 2 معالق ديال نيدو او الحليب المجفف، عندي هنايا 2 معالق ديال النشا، عندي فلون ديال كراميل بنكهه كريم الكراميل، ماشي الفلون كراميل العادي ديال بنكهه الكريم كراميل، حيت غادي نحتاجو داك الكريمه في الاخر اللي كتكون في الداخل. وعندي هنايا اطرو ديال الحليب. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في التحليه. غادي نخلط كلشي سوى البيمو اللي كيبقى ديال التزيين. غادي نخلط جميع المكونات في كاسرول وتتحيد منهم دوك الحبيبات وما يبقاوش عندي فيهم. عاد غادي نديرو فوق بوطه مهيله وغادي نخليه حتى يعقد ويختار. نبدا نحرك في الخليط بهذه الطريقه. المكونات اللي بقاو هما دانيت وبيمو بالزويق، نخلطو هو باقي بارد باش الا كانوا فيه داك الكوتال ولا داك الحبيبات كاملين يذوبوا. كما كتشوفوا عاد غادي نحطو على بوطه مهيله وغادي نخليه يطيب ونبقى مستمره في التحريك، ما غاديش نحبس من التحريك. من بعد ما عقد الخليط حيدته من فوق البوطه وضفت ليه 2 دانيت الفلون وغادي نستمر في التحريك حتى يتخلط لينا مع الخليط الاولاني او الكريمه بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نصبو في مول او في كويسات. انا غادي نستعمل كويسات اللي خاصين بالتحليه، ممكن ديريه حتى في مول على شكل كيك واحد. وغادي نديرو في الثلاجه حتى يتماسك في راسو مزيان، عاد غادي نزينو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه من بعد ما وجدات. شوفوا لي كيفاش كتجي رائعه بزاف، شي حاجه زوينه وبارده وحلوه في نفس الوقت وسهله التحضير، اللي كتحضر في دقائق. زوقت بشويه ديال الاوريو من الفوق مع الكريم الكراميل اللي بقى. ممكن تزوقوه بالفواكه الجافه او اي نوع ديال البسكويت كتعجبو او تاكلوه سامبل، كيبقى الاختيار. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تدعموني بدي لايك ودي كومونتير زوينين وابوني في القناه ديالي شهوة المزيانين.